السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان المتابعين والمتابعات في كل مكان. ما أدري هل سيكون هذا هو آخر فيديو لي بالمغرب قبل العودة إلى الكويت، أم ستكون هناك مقاطع، الله أعلم، لكن وقتي صار ضيقا، وأتيت لأخذ ابنتي بحكم أنها تدرس في الجامعة من المحل اللي ساكنة فيه إلى مطاعم السمك، وإن شاء الله ما أتمنى أو ما أريد أنها تكون يعني آخر لقاء، لكن على العموم تكون جمعة طيبة وذكريات طيبة رسخها في ذهن بنتي، الله يصلحها ويصلح بنات المسلمين جميعا. فسأخذها إلى مطاعم السمك. هذه المنطقة بمدينة أسفي اسمها سيدي بوزيد، اسم المنطقة هذه بمدينة أسفي اسمها سيدي بوزيد. وفي سيدي بوزيد بمدينة الجديدة، وفيه سيدي بوزيد بتونس. نعم، تقريبا المسافة قريبة إلى مطاعم السمك، فأحببت أني أنقل لكم هذه المناظر. على اليمين المحيط الأطلسي، وورائي منطقة اسمها رأس الأفعى، سبق نزلت عنها فيديو في القناة. هذه منطقة تقع في شمال أسفي أو الشمال الغربي لمدينة أسفي، إذ كل شخص قادم من الطريق الساحلي لازم يمر على الطريق هذا. أي شخص يمر على الطريق الساحلي أو الطريق البحري يمر على الطريق هذا، أو في طريق ثاني يعني قريب من نفس المنطقة يمر على السجن المدني وغيرها. المنطقة هذه أتذكر في 2001 كنت شغال مع لبناني مع حفارة آبار، هذا في 2001، وحفرنا بير في المنطقة هذه. نعم، في الفيلات أو الفلل اللي هي على يسار الطريق. على العموم، فأحببت أن أقول لكم الصورة من المكان هذا. وكما قلت سابقا، مدينة أسفي عرفت نمو ديموغرافي ما شاء الله متسارع، وكذلك تسارع في البنيان، يعني امتد البنيان من الشمال إلى الجنوب. شوفوا الحين لو كنت متوقف لا حاولت تقريب الأحياء اللي على البحر، يعني امتد البنيان على الساحل البحري أكثر منه من جهة الغرب والشرق. هذه صوامع القمح اللي ترون المرتفعة في الميناء، ويتم تخزين فيها الحبوب. هذا كذلك اللي قبل صوامع القمح، هذا القسم التجاري الخاص بالسفن، وتأتي السفن لتنزيل بعض البضائع ثم شحن بعض المواد كالفوسفات وغيرها، وتنقل إلى الميناء عن طريق سكة القطار، وفيه كذلك الشاحنات اللي تنقل. هذا طريق ملتوي على شكل أفعى أو على شكل ثعبان، يعني فيه منعرجات تحتاج السائق أن يكون يعني حذر في التعامل معها، يعني لا يسرع لا في الصعود ولا في النزول. نعم، والحين اقتربنا من مطاعم السمك، أتغدى إن شاء الله أنا وبنتي. وكما قلت ما أدري هل سيكون هذا آخر فيديو في المغرب أو سيكون بعده فيديو آخر، الله أعلم. على العموم وصلنا إلى مطاعم السمك، نتغدى أنا وبنتي، ونراكم على ألف خير، وسامحونا على التقصير أو إن بدر منا سوء أو تلفظ ما هو طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.